السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيك الشوكولاتة في 10 دقايق بس، وهيكون جاهز وهيكون هش وجميل بكل سهولة وبساطة. طبعا الصينية دي اكبر صينية عندي، عملتها من 4 بيضات فقط لا غير، فطبعا كانت حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، والطعم كمان كان احلى. يا ريت بقى تتابعوا الفيديو معايا للاخر ونشوف كل تفاصيل الكيكة الحلوة دي طلعت كده ازاي. هنقول كده بسم الله. معايا بولة كده هجيبها وهحط فيها 3 كوبايات من الدقيق. طبعا انا هنخل الدقيق عشان يدخل فيه هوا كده وتطلع معايا الكيكة هشة وخفيفة، فابتدي كده انخلهم. طبعا عارفة ان الدقيق ما فيهوش اي حاجة، احنا بس بننخله عشان يدخل فيه هوا. ماشي، هبتدي كده انخلهم. طبعا انا حطيت 3 كوبايات، هشيل منهم بس معلقتين كبار هرميين، عشان هضيف بدالهم معلقتين كبار هرميين برضو من الكاكاو، وهبتدي طبعا اخلطهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده. شلت معلقتين كبار من الدقيق وحطيت بدالهم معلقتين كبار من الكاكاو. ماشي، هضيف طبعا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ماشي، ودي كده هتبقى الحاجات الناشفة، وهنركنها بقى وندخل في الحاجات السايلة. معايا 4 بيضات، هحط عليهم 1.25 كوباية من السكر، وهضربهم طبعا في الخلاط، وهحط لهم الفانيليا. انا حطيت كيسين من الفانيليا. ماشي بالشكل ده كده. ماشي، وهبتدي كده احط برتقان بمقدار 1.5 كوباية من البرتقان. ماشي، وهضيف عليهم 1 كوباية من الزيت، وهيطلع الخليط زي ما انتوا شايفينه كده، يبقى 1.5 كوباية من البرتقان وكوباية زيت. وهيبقى كده الحاجات السائلة جهزت معانا. هنبتدي بقى ننزل عليها الدقيق كده. مش هحط الدقيق كله مرة واحدة، انا هقسم الدقيق كده على 3 مرات، واضيف كده شوية في الاول واقلب لحد ما الدقيق يتوه معانا خالص، وابتدي احط الشوية الباقيين بالشكل ده كده. طبعا انا بقلب الكيك في اتجاه واحد بس، ما اقلبش يمين شوية وشمال شوية، لا اتجاه واحد. طبعا دول كانوا اخر شوية في الدقيق، نزلتهم بقى كده، وهبتدي طبعا اقلب لحد ما الدقيق يتوه معانا خالص. ماشي، وما نبالغش قوي في ان احنا نعجنه، يعني عشان ما يعملش معايا فقاقيع بالشكل ده. بس طبعا لو في اي تكتلات اعجنه طبعا كويس قوي وفي اتجاه واحد، هيطلع معانا 100 وهيفك، يعني لو في اي تكتلات هتفك. ماشي، طبعا معايا كده الصينيه كانت مدهونه طبعا بالسمنه، وحطيت طبعا عليها كده العجينه بتاعت الكيكه، وهبتدي بس اسويها كده من الوش عشان لو فيها اي فقاقيع او حاجه تطلع. مش طبعا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه، وحطيتها في الفرن الاوسط من تحت، وطلعت طبعا معانا بعد نص ساعه بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نص ساعه بس مش اكتر، عشان تطلع طبعا معانا طريه وحلوه. ماشي، وابتدي طبعا كده اقطعها. طبعا هي هنا كانت سخنه جدا، المفروض ان انا كنت اصبر عليها، بس طبعا ايه، انا استعجلت وطلعتها على طول وهي سخنه بالشكل ده كده. شوفوا بقى، ما شاء الله ما شاء الله، تحفة وجميلة جدا، والمقاس واحد ما شاء الله. يعني 4 بيضات بس طلعوا لي كيكة فوق الممتازة. وشوفوا بقى هشة وعاملة ازاي، ما شاء الله. فان شاء الله بإذن الله كده يا رب الفيديو ينول اعجابكم، تدونا عليه لايكات كتير بإذن الله، وتدعوا لي كمان. والوصفة سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص، هي 10 دقايق فقط. يا ريت بقى لأول مرة يشوفنا يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس على كل، عشان يوصلكم كل الإشعارات الجديدة، واوعوا تبخلوا علينا باللايك. السلام عليكم.